مرحبا، شلونكم؟ رمضان كريم على الجميع وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم راح أسوي طريقة عمل كرات التمر، طريقة كلش سهلة وحلوة. تابعوا وياي طريقة العمل. أنا عندي نص كيلو من التمر منزوع النوى، راح أحمسه على النار ويا تقريبا 3 ملاعق من الزبد. بعد ما حمست التمر هسه راح أبدي أحمص ربع كوب من الحليب الباودر. بعد ما حمست التمر ويا الزبد وحمست الحليب ضفته للتمر، وهسه راح اضيف له ربع كوب من البسكت المطحون. ممكن تستخدمون اي نوع من البسكت اللي انتو تحبوه. وبالنسبة للمنكهات انا راح استخدم الهيل والدارسين. استخدمت ملعقة كوب متروسة من الهيل وملعقة كوب من الدارسين، وراح اضيف 3 كوب من الراشي او طحينية، وراح اضيف له ملعقة اكل متروسة من القشطة. هسه راح امزج المكونات كلها سوية. هذا شكل التمر بعد ما عجنته. هسه راح ابدي اشكله على شكل دوائر صغار. حاولوا تسوون كل الدوائر نفس الحجم. بعد ما كملت تشكيل كرات التمر هسه راح ابدي اغلفها. طبعا التغليف حسب ذوقكم. انا هنا شوية راح استخدم سمسم، شوية جوز هند وفستق مبروش وبسكت اللوتس. فيديو اليوم صار جاهز، ان شاء الله تجربون هاي الطريقة وتعجبكم. شكرا جزيلا. لا تنسون المشاركة بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.